خرج محمد صلاح عن صمته أخيرا بعد تعادل ليفربول أمام فريق ليدز بالدوري الإنجليزي، وتصريحات قوية كشفت عن وجود مؤامرة ضده، وهو تحميله مسؤولية النتائج السلبية اللي بيعيشها الفريق حاليا في مرحلة تدريب سلوت، واللي ما حصلتش للفريق من 70 سنة. كانت مجمل تصريحات صلاح إنه حاسس بالإحباط بعد استمرار استبعاده عن تشكيل الفريق للمرة الثالثة على التوالي، لأول مرة في مسيرته الحافلة بالإنجازات اللي قدمها للفريق خلال سنين طويلة. ولكن النادي فجأة بيتخلى عنه وأولهم المدرب، وكشف صلاح إن في شخص عايز يحمله كل السلبيات اللي بيعيشها الفريق لوحده، بعيد عن أي محاولة لحمايته زي أي لاعب تاني في ليفربول، وإن كل وعود الإدارة فجأة اتبخرت. مفيش شك إن صلاح من أهم لاعبي العالم، مش بس إنجلترا، ليفربول وأي نادي في العالم حاليا يتمنى إنه يضمه لفريقه. أنت قول لي إيه رأيك في الموضوع ده؟ وما تنساش لو عجبك المحتوى اعمل شير ولايك وسبسكرايب. سلام.